لو نفسك بقى تاكلي كده هو بط كده بطعم وريحه حلوه وتنسي كده الزفاره كده نهائي، تعالي بقى النهارده كده هنعمل مع بعض البط بتتبيله رهيبه جدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى زي ما قلت لكم كده هنعمل مع بعض البط بطريقه كده ممتازه جدا. اهم حاجه بقى كده الفيديو لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا قد ايه اللحم دايب كده وبجد كده ريحته تحفه. لو حد عندك ما بيرضاش ياكله بعد النهارده كده هياكله كده وهيطلبوا منك على طول. اول حاجه طبعا انا غسلت البطه بتاعتي كويس جدا ونضفتها من اي ريش صغير زياده. ولو في حاجه برضو احنا شغالين كده بنبص عليها. الطماطمية بقى دي اللي انا قسمتها 2 وبدأت كده ادلج بيها البطة. عايزة اقول لكم الطماطمية دي بتشيل الزفارة بطريقة كده فظيعة. وكمان هنعمل بالليمون. ولسه كمان النقع بقى اللي احنا هننقعه فيه كده هنحط له شوية حاجات هتخلي ريحة البط ده كده في حتة تانية خالص. بصوا بقى كده انا بعد ما دعكت بالطماطم وبالليمون هحط كمان بقى قشر سفندي او قشر برتقان. عايزه اقول لك ريحه قشر السفندي مع ورقتين من ورق اللوري وشويه ملح والدقيق اللي انا حطيته دلوقتي هينسفوا كده الزفاره نهائي. تمام. وكمان ممكن كمان نحط معلقه ملح كده معلقه سكر. لو البطه بتاعتك بتاخد سوا كتير نحط لها معلقه سكر في النقع هتخليها ما تغيبش معاكي واللحم بتاعها يبقى طري كده ودايب. كمان لو عندك فيه ريش رفيع قوي وصعب ان انت تطلعيه، اللي هو الريش الخفيف عامل شبه الوبر. بتجيبي كده شويه من الدقيق وتدعكيه كده تعملي مساج كده في الجلد بتاع البطه. لو في اي ريش كده خفيف كده خالص هيطلع معاكي ومش هيتعبك خالص. خلاص كده بقى انا هنقعها كده في الميه دي. لو عندك وقت ساعتين 3 4 براحتك. ما عندكيش وقت ان شاء الله حتى نص ساعة او ساعة. هي الحاجات اللي حطيناها فيها هيودي طعمها في حتة تانية. انا حطيت لها هنا معلقة سكر عشان البطة بتاعتي يعني هتغيب معايا في السوا. انا عارفة انها هتغيب. فلما بتبقى عارفة ان الحاجة كده عضمها ناشف وانتي بتقطعها ولا كده فيبقى هتغيب معاكي في السوا حط لها شوية ملح في النقع كده هيخلي اللحم بتاعها يطرى وتستوى بسرعة. جبت بقى هنا بصلاية. هبدأ كده اخرطها كده تخريط كده عشوائي وعايزة تضربيها في الكبة برضو براحتك. بس انا شايفة انها مش مستاهلة يعني كبة ولا حاجة. احنا دلوقتي كده بنعمل مرتة كده للبطة بتتبل الطعم بتاعها بتخليه جميل وبتخلي كمان الشوربة بتاعتها طعمها حلو قوي. يعني لو انت كده ما بتحبيش تشربي شوربة البط من بعد النهاردة هتعجبك وهتشربيها. خلاص كده انا خرطت كده البصلايه المتوسطه وطماطميه برضو كده متوسطه كده هخرطها عليها. وهحط عليهم بقى كده شويه ملح وفلفل اسمر. وهنبدا كده بقى ندعك كده دولت في قلب بعض كده كويس. اهم حاجه كده شويه الفلفل الاسمر كده تتوصي بيه. وكمان هحط ليمونه. الليمونه برضو بتدي كده يعني يعني لو في برضو لسه زفاره فاضله بسيطه ولا كده هتتنسف معانا. خلاص بصوا انا نقعتها برضو مش وقت طويل لان كنت مستعجله. فسبتها كده حوالي نص ساعه كده ساعه الا ربع ما طولتش معايا قوي. رجعت بقى غسلتها كويس من الميه دي خالص وخليتها زي الفل. ونشفتها مش عايزه يبقى فيها ميه كتير عشان خاطر تشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها دي. ولو تقدري كده تفرغي كده ما بين اللحم والجلد وتدخلي كده شويه برضو هتبقى طعمها جميل جدا. اهو زي ما انت شايفه كده تدخلي حاولي كده ما بين اللحمه وما بين الجلد. ودخلت بقى في قلبها كده ومن ورا وفي ظهرها وتحت يعني تحت الجلد كله كده خليتها زي واخده مساج كده بالبصل والطماطم دي. اي بقى حاجه زياده كده هدخلهم في قلبها. هنا بقى بحب كده انا اتني الجناح كده لورا عشان بعد التسويه يبقى شكله حلو ما يبقاش شكله كده مفتوح. والرجلين برضو كده برضو هقفلها كده يعني او كنا بنقوله بنكتفها نكتفه كده رجل البطه. بصوا بالشكل ده كده. خلاص بقى كده انا مش طبعا بقى مش هقفل ولا حاجه يعني لان احنا مش مش هشينها بقى فريك ولا حاجه مش محتاجه ان احنا نخيطها. هاخدها بقى كده انا كنت هسيبها كده شويه لحد بس ما الميه تغلي. معايا بقى جزر وطماطم وبصل وحته صغيره من القرفه الخشب وورق لوري وكم واحده كده من الحبهان.
ولو عندك مستكه برضو حطي. دي بقى الحاجات الحوايج بتاعتها اللي هي الكبد والقوانص وكده اهوت. هنا كانت في طماطم على النار، كنت هعمل ورق عنب بس ما رضيتش انزله معاكم في الفيديو دوت، لان ايه، هي في مشكله كده حصلت كده وانا بعمل ورق العنب. كنت حاطاه في برام، والبرام على الحظ كده بعد ما حطيته على النار اكتشفت ان هو مكسور او مشروخ. فمش عارفه بقى هي كانت في شرخه خفيفه وانا ما خدتش بالي ولا ايه. المهم ان بص لما بدات تغلي الميه هبدا اشيل بقى كده الريم. وهي ما طلعتش معانا ريم كتير لان احنا منضفينها كويس. طالما منضفاها كويس ما تطلعش معاكي ريم كتير. وحطيت فلفل اسمر كده اهوت، ما حطيتش بقى لسه ملح لحد دلوقتي. هسيبها بقى كده لحد ما تستوى كده، بختبرها كده بشوكة كده في اي حتة كده في اللحم، لقيتها استوت خلاص بطلعها. حطيت بقى كده معلقة كده من الصلصة بتاعت علب اللي هي الجاهزة، وعليها شوية ملح وشوية فلفل اسمر ونص ليمونة، وهقلبهم كده في بعض كويس. ممكن لو حابة تضيف عليهم حتة كده من السمنة البلدي، مش حابة هي كده كفاية حلوة كويس. هدهن بقى بيها كده هوت ايه اللي من ورا كده ومن قدام، هغلف البطة كلها كده بيها. تدي بقى لون حلو جدا لما بتخش الفرن. خلاص بقى كده ايه انا غلفتها كده كويس، هدخلها بقى كده الفرن كده اهوت، هشغل عليها الشوايه. تاخدش بقى وقت طويل، علي عليها الشوايه كده عشان تتحمر معانا بسرعه، لان هي كده كده مستويه. وعشان ما تنشفش كمان مننا في الفرن. خلاص كده اهوت انا ايه غلفتها كويس بالخليط اللي احنا عاملينه دوت. دخلتها الفرن زي ما انتم شايفين بقى طالعه شكلها عامل ازاي. بجد بقى لونها تحفه. هي طبعا سخنة وانا عايزة بقى اقطع كده واوريها لكم، لاني كنت عاملاها قبل الاذان كده بحاجة بسيطة، فما كانش في وقت ان انا يعني اصور. فيا دوبك كده ايه حاولت ان انا اطلع الحتة دي كده قدامكم واوريها لكم. وبعد كده رحنا على طول بقى ايه على الفطار، لان خلاص الاذان كان خلاص هيد. طبعا انا بقى لو هقف اصور وكده بقى كان ايه الكل هيصوت لي. المهم بقى بصوا بقى بجد لحمها طري كده ومستوي ودايب، بس انا مش قادرة امسكه بس من كتر السخونية بتاعته. رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة. اشوفكم بإذن الله فيديو جديد بوصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.